السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا كاملين في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي البسيطه. اليوم ان شاء الله تعالى وبحول الله غادي نشارك معكم غديوه بسيطه كنتمنى تنال اعجابكم. غادي نشارك معكم جناوح ديال الدجاج في الفران كيجيو محمرين وزوينين بزاف. غادي نرافقهم ان شاء الله مع سلطه ديال الطون والمايس كتجي زوينه والروز، وغادي ندير معكم ان شاء الله ايضا تكتوكه ديال المطيشه والفلفله مشويه. خليكم مع الفيديو حتى الاخير. نبداو ان شاء الله بالوصفه الاولى ديال الجناوح ديال الدجاج. نبداو ان شاء الله في المقادير والطريقه في نفس الوقت. اول حاجه هنايا عندي في هاشوار درت بصيله اللي مقطعه هكا شرائح. غادي نضيف ليها هنايا عندي ربع كاس ديال زيت نباتيه. غادي نضيف هنايا بالنسبه للتوابل عندي ربع معلقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره ديال السكينجبير، وعندي شويه د الملحه. ما كثرتش الملحه حيت عندي العناصر الاخرى مالحه. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخل الابيض. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الطماطم المصبره، معلقه صغيره ديال لاموطارد اولا الخردل، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال العسل. هاد العسل هذا كيعطي لهاد الوصفه هذه واحد المذاق مميز وما كيجيش فيه المذاق ديال الحلاوه بتاتا. انا غادي نطحن دابا ان شاء الله هاد المكونات هادو مزيان ونرجع معاكم. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه حيت كتجي زوينه بزاف. هي الخلطه اللي حصلنا عليها كتصبح على هذا الشكل هذا. غادي نديروها دابا ان شاء الله في هاد الجنيوحات. غادي نخلطوا دابا هاد العناصر هادو مزيان. بالنسبه باش يترقدوا الا بغيتوا ديروهم في الثلاجه كان احسن، تخليهم واحد الساعه قد ما بقاو في هاد الشرموله هادي قد ما كيجيو زوينين. انا غادي نديرهم مباشره. غادي دابا ان شاء الله نستفوا الدجاج هنايا في المول اللي دهنتو بشويه ديال الزيت باش ما يلصقش ليكم. بسم الله. نتمنى تجربوا هذا الطبق حيت فعلا تيجي رائع، تيجيو معسلين في الفران. جربوه وردوا عليا الخبر. من بعد ما كملت التاف ديالهم ها هما كيصبحوا لهذا الشكل هذا. غادي ندخلهم دابا ان شاء الله للفران اللي سخون من قبل. نشعلوا عليه من التحت ومن الفوق حتى يتحمر، ونتلاقاو ان شاء الله باش نحضروا السلطه اللي غادي نصايب معكم ان شاء الله. كيف ما قلت لكم غادي نبداو ان شاء الله بالسلطه. اول حاجه غادي نبداو بها هي المايونيز. كنحتاجوا فيها عندي بيضه هنايا. بالنسبه للتوابل عندي شويه الملح كتبقى حسب الذوق، شويه الكمون، شويه السكينجبير وشويه ابزار. جربوا هذا المايونيز هذا منزلي راه كيجي روعه في المذاق. عندي معلقه صغيره ديال الخردل ومعلقه ديال الخل. غادي نميكسيو دابا هادشي مزيان. وغادي نضيفو دابا الزيت شويه بشويه. ها هو المايونيز ديالنا تيصبح على هذا الشكل هذا. بالنسبه لكم لا بغيتو يجيكم عاقد اكثر من هكا ضيفوا لي شويه ديال الزيت. انا بغيت هذا القوام هذا. المكونات ديال السلطه عندي هنايا الروز وخيز مقطع مربعات صغيره اللي سلقتهم مع شويه ديال الملحه. عندي طريفات ديال الخيار، شويه ديال الطون كيبقى حسب الاختيار. عندي الزيتون خضر وكحل مقطعين وشويه المايس بهذا الشكل هذا. غادي نضيفوا دابا هاد المكونات ديالنا على السلطه. بسم الله. غادي نضيف دابا المايونيز بطبيعه الحال القياس اللي غادي يكفاليني للسلطه. نحرك دابا هاد السلطه هذه مزيان راه كتجي بنينه في المذاق ديالها. بالنسبه للتكتوكه كنحتاجوا ليه عندي هنايا 3 المطيشات محكوكين، 2 فصوص ديال الثومه محكوكين، وريقه ديال الرند وشويه ديال الربيع وكزبر ومعدنوس. بالنسبه للتوابل عندي معلقه صغيره عامه ديال الكمون، معلقه صغيره عامه ديال التحميره، شويه ديال السودانيه اللي كيبغي الحار يديرو، اللي ما كيبغيش يستغنى عليه،
شويه د الملحه كتبقى حسب الذوق. دابا زيت الزيتون، وغادي نشحر هاد العناصر ديالنا مزيان ونطلقها. ها هي لاصوص ديالنا وجدات كيف ما شفتوا معايا. غادي نضيف ليها هنايا عندي الفلفله مشويه ومقطعه الكميه اللي بغيتو. بسم الله. وغادي نشحر هادشي مزيان. هاد التكتوكه هادي راه كتجي بنينه، رافقوا بها هكا الاطباق ديالكم ولا تاكلوها هكا غير بوحدها، راه كتجي واعره بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في الاطباق النهائيه ديال اليوم. رجعت معكم في الاشكال النهائيه ديال اليوم. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي غديوه متنوعه شاركتها معكم. بالنسبه للدجاج هادو راه كيجيو معسلين وكيجيو زوينين، كنتمنى تجربوهم. التكتوكه كتصبح على هذا الشكل هذا راه كتجي بنينه. الراوس حتى هو تيجي واعر. ها هي المايونيز اللي صايبنا معكم. شوفوا ما شاء الله كيفاش تتجي. جربوا هاد الاطباق وردوا عليا الخبر، وما تنساونيش من الاشتراك في القناه، شاركوا فيها وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. شكرا لكم على الدعم ديالكم. نتلاقاو فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.